شكرا. استاذ احمد، احكي لنا على هاي الطيور، شلون رغبة الناس عليها لتربيتها؟ اكثريه الاستقبال للطيور هسه من قبل العالم. يعني عندنا استقبال من قبل الاطفال اللي عندهم توحد. هالطيور هذا تسليهم. وبنفس الوقت اكو عوائل انه ما يصير عند اطفال تسلى بهاي الطيور. وطيور جميله يعني بالبيت كلام ولعب وتسلي وتعبر هواي امور. طيب، انواعها شلون؟ منين تجيبوها؟ هنا يصير التكاثر لو شلون؟ هو كان استيراد من برا، فهو توقف الاستيراد من برا، زين. فبقت الطيور متحفظه بالعراق وقامت العالم تتداور بها. جميل. يعني هسه عندك هذا الطير عمره تقريبا 15 سنه ومتكلم. متكلم والكلام اللي بيه انت تريد مثلا تكرر الكلمه كلمتين ثلاثه تعيدها عليها مرتين ثلاثه يستقبل الكلمه. طيب، واكو انواع. اكو مقاربه من ال 100,000 لحد 30 ورقه. هذا كسعر. وهي بها انواع. هسه عندك كوكاتو امبريلا، اكو غيره كريست. انا اللي اعرفه واي مواطن هذا شنو يقول لك؟ راس ببغاء. اي هذا احنا اللي نعرفه، اما شنو نوعه ما نعرف صراحه. لا اكو انواع، اكو دره، اكو كاسكو، اكو امازوني. هذا شنو هذا قلت؟ هذا امبريلا وهذا فرخ امبريلا. عندك هنا الامازوني بلون فرنت. عندك هنا الكاسكو. زين. وبعد هوايه يعني الفصائل بيه كلش متعدده. هذا كطيور. زين. اياهم انهم يتكلم كل البابات. شنو الكلمات اللي ممكن يعني تتكرر على لسانهم؟ انت تحاول تكرر الكلمه عليه مرتين ثلاثه يتعلمها، ورا ثاني يوم يعني يذب الكلمه، ورا فتره ترجع تعيد الكلام ورا مره مرتين ثلاثه يستقبل الكلمه، وكذلك تكرر الكلام اعتيادي ورا. هسه نقدر يعني نشوف نسمع فد كلمه او هو يقولها؟ دقيقه بس خليك بمكانك. ايه على مود المايكات. صباح الخير. صباح الخير. يلا هلا 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 هلا. صباح الخير. صباح الخير. هلا 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 هلا. يلا كوكو يلا. صباح الخير. هلا هلا هلا. طيب، ممكن تستريح حتى المايك يكون قريب؟ اي نعم. صباح الخير. انت صباح الخير. جميل. هذا ايش قد يحتاج لتدريب استاذ؟ حسب ذكائه. شلون اساسا عندك مثلا عندك طفل مو ذكي او طفل شاطر، فهو نفس الشيء. ترى فصائله مثل البشر، يعني احترام الحيوان بين الحيوان والبشر. هذا ايش قد عمره حاليا؟ 15 سنه. 15 سنه. 15 ايش سنه. قد حاولت وياه بين ما وصل يعني هاي خلينا نقول المستوى؟ ماكو تقريبا عمره 9 اشهر وصل بالكلام. 9 اشهر. 9 اشهر ويبدي متواصل يعني انتم؟ متواصل. اكو تقريبا احتمال 4 اشهر او 5 اشهر. جميل. ياخذ الكلام اعتيادي كلش طبيعي. قلت لي اريد اسال شيء. ادري ايش خايفه. هو خايفه بس يا نوعيه يعني يفضلوا اكثر؟ كاسكو. شنو السبب يعني؟ كل ذكي. يعني يتعلم بسرعه مثلا يحكي بسرعه؟ ياخذ جمل وايات وكثره كلام هوايه. لانه هو يعني اكثر المرغوب هو بالسوق. صح ذولي مرغوبين بس ذولي بس لعب بهلواني. زين، اغلى شيء ياهو؟ اغلى طير من بين ذني امبريلا. واكو بعد فوق اكو النخيل اللي سعره دفتر. لا ما راح يطلع. ما راح يطلع. ذاك اللي يطير. اغلى واحد بيهم يعني يا نوعيه؟ كوكاتو النخيل. باقي مكانه لا تخافي. تاكل هذاك الكاسكو. صباح الخير. إيه؟ زين، بعد شنو الجمل اللي حافظه؟ هو كلام بيه، بس احنا الاجواء اللي احنا بيه مكانه يكون متغير. جميل. فمن يكون مكانه متغير لا اللي ياخذ فتره يلا. يعني كل ما يعني يشوف مكان متغير يعني يبقى يوم يومين بالبيت ياخذ كلام اعتيادي.
حلو، يعني قصدك الاجواء تكون مناسبه بين ما مناسبة، يتعود على أكيد. المكان. نفس أكيد. البلبل، يعني البلبل هم يحتاج مثلا فتره أو يوم يومين بين ما يتعود على المكان، صح لو لا؟ أي حتى تمام، أحسنت. مثلا يحس بالامان، يحس بالطمانينه، أي. بعدها يقوم يغرد، وهذا بنفس الشيء. نفس الشيء. حلو. تبقى الشغله الثانيه، اذا هو فول كلام وسريع الكلام بنفس اليوم يحكي بالبيت. واكو تدريبات، يعني ارفع جناحك، ما ادري شنو اعتيادي، يلا جناح 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 كوكو. لا شغله جناح؟ الجناح فاطمه راح تقوم اذا هي. لا هو هذا مقصوص. والله مقصوص. طيب خلينا هذا اللون كلش حبيته، الاخضر. هذا الامازوني بيه شغله حلوه، ما يحكي كلمه، يحكي جمل. يعني هسه عندك هذا نعلمه كلمه كلمه، هذا لا، مثلا نعلمه الف الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله محمد، ويهلهل ياخذها، او سوره الاخلاص او اي ايه، هو مباشره ياخذها جمله كامله. بعض الطيور لا، نعلمه كلمه كلمه، مفردات مو جمل. هذا السعر يختلف اذا كان متعلم طبعا يعني كلمات طبعا. اكثر. اذا مثلا بآية يوصل حدود مثلا 15 ورقه، عبرت آية الثانيه يوصل الى 30 ورقه. منو يجي يشتري هاي الطيور؟ شلون اكثريتها؟ اي شريحه يعني مثلا، يعني مواطن عادي لو هو الا يكون هاوي هاي الطيور، لو الا يعرف بيهن؟ هاي الامور ما اعرف شلون اجيب لك اياها، هسه صارت انه شلون اجيب لك اياها، واسطات، اهدي لي بغبغاء، سوي لي فلان شيء كهدايا. كهدايا. واكو عالم جنايه يعني تحبه بالبيت. يعني هسه انا عندي عائله ما يصير عندهم اطفال، زين، ومعتبرين البغبغاء يومهم بالبيت طفل. مثل متبني. تمام. واكو عندك الاطفال اللي بيهم توحد، اكثريه الدكاتره يوجهون وين؟ على الطيور الزينه. ليش؟ لان هذا راح يلتهي وياه، من يلتهي وياه يستفرغ عنده هوايه امور، يتعامل وياه يوميا، يتعامل وياه وانتهي الموضوع. يبتعد عن العزله عافيه. تمام تمام. يعني دا نشوف الاستوديو والله هو مليان من الطيور، لكن الخوف مال فاطمه اني الاسئله كلها قاعد تطير من بالي. جاي احاول الاسئله اللي ببالي وببال المواطنين، يعني هذا ها خليه بس. لا كل شيء ماكو تمام، هسه الامور طيبه. لا يمكن ما طالعين ثلاثه. لا طالعين، طبعا. احنا طالعين. لا شنو اللي كان ببالي حاليا؟ هذا بس الطيور. انت مثل ما اعرف عندك ايضا حيوانات اخرى ما غير الطيور، شنو اللي تربيه اكثر شيء؟ هسه صارت اكو حيوانات ممتنعه، يعني ممنوعه من قبل الدوله، من قبل يتم الدوله محاسبتها باعتبارها طيور نادره او حيوانات نادره. ممتنعه صارت. زين. لان اكو بعض المحلات، يعني احترامي للكل، انا مو انه اقطع برزق اي احد، زين، تخليه بالمحل ما يعتني بالحيوان، يتعذب هذا الحيوان، يتعذب. يعني اكو فيديو انتشر انه بلابل الفئران تاكل برجليهم، تاكل باجنحتهم، لو ينطي اكل اليوم وباكر ما ينطي اكل. فهذا الحيوان اصبح معذب. ليش ما ينطي اكل؟ لان هذا يصرف من عنده اكل. مثلا خلينا نقول مثلا يجيب لك كيس اكل، الاكل مثلا 40,000، هو اذا يوزع الاكل على المحل مالته خلينا نقول كيلو ثلاثه راحت، فهو يقتصد خلينا نقول الاكل، يقتصد بالاكل حتى يبقى له شويه من المردود. زين هذا منو اللي تاذى؟ الحيوان اكيد، الحيوان اللي تاذى. هذا جماعه البيئه زين والبيطره قامت صارت مراقبه، وكل احترام الدكتور زياد اللي هو مراقب في كركوك، عينه واصله بكركوك وعلى المحلات كلها. هذا فت خطوه جميله، يعني كل الجميله. يعني احنا ايضا نشجع، بجانب ما احنا ايضا نحب يعني نشاهد هاي الطيور والحيوانات النادره، ايضا يعني نشجع انه الحيوانات النادره تبقى بمكانها، او اذا اكو هناك سوء معامله وياهم يكون هناك محاسبه. ثق بالله، اطب المرات البيوت القى الطير اللي حاطينه بالبيت معتنين به اكثر من اطفالهم، والقى ببيوت انه بس مشتريه وذابينه هيك. يعني خلينا نقول شلون، اكو بعض المتمكنين مع احتراماتي للغير ياخذ الطير يذبه هيك، انه صور وياه مرتين ثلاثه عافى تركه. عندكم هذا انا اسميها مرض، اللي يشتري الطيره بالحيوان بس على مود السناب والتصوير على المواقع التواصل الاجتماعي. موجود هذا الشيء؟ موجود. شلون تتعاملون وياهم؟ ما نتعامل احنا وياهم. جميل، خوش يعني جو والله. يعني اكو ناس تجينا، هسه انا عندي تقريبا المكاوي يصير نص طولي. تعال مثلا عرضوا علي بكركوك منتزهات، تعال جيبه انطق الصوره وياه ب1000 دينار او ب5000 دينار، او ناخذه ايجار ب25 او ب$50، بس انا الطير راح يتعذب. هذا ما يعرف سلوكه، ما يعرف شلون يتصرف وياه، ما يعرف شريط الطير.
وهاي تجي العالم فوقه يتاذى الطير. فانت مطيتهم ما نعطيهم، خطوه مستحيل. مباركه والله. لان تعرف هذا الطير راح ممكن أكيد. يصير أكيد. مصدر أكيد. تعذيب اللي بجانب انا ما يكون. احترامي لكم لو ما اذاعتكم الكريمه انا ما اطلع هاي الطيور بهذا الوقت. لان هاي هسه الوقت احنا مثلا بالمحل الجو دافي. هيك وقت يكون شويه الجو يتغير، فالحيوان راح الجو يتغير عليه. فانتم ايضا تراعون مو بس التعامل، لا حتى الاجواء. شلون؟ أها. فواكه. الاكل احكي لي، ما جبتنا هذا. الأكل. شنو الاكل اللي يفضلوه؟ العفو. اي تفضل. فاطمه ما راح يطير، لا تخافي. إي. لا أنا خوفي من هاي. هذا اللي يمه لا لا، لا, لا. حسيت كلش يتحرك. لطيف، كلش لطيف. ترى هو بالاخير طير يعني. كلش لا لطيف. ما أدري ليش أخاف يعني. زين صدق، خلينا نحكي على الناس اللي عندهم فوبيا وخوف من الحيوانات. اكو اكو هواي. ناس مثل ست فاطمه زين. ياخذون الطير مم. يبتعدون من عنده تقريبا مسافه 100 متر من الخوف. زين. عبوه هاي مو طير. اي ورا ايام يصيرون يروحوا بروحهم وياهم. شوفي. لا والله أنا لا أريد أصور، لا أريد أتقرب الطير، كلش أخاف. ليش يعني طيور لطيفه وجميله. خلينا نرجع على الاكل. شلون شو نوع الاكل اللي تعطوهم اياه؟ احنا نعطي فواكه طبيعيه. فواكه هسه طبيعية. اكو فواكه محليه، والفواكه المحليه مؤذيه له. شلون؟ مؤذيه لان هي مجففه واغلبتها اكسباير تقريبا. زين. فاحنا لا، عندنا نظام ننطي اكل بالمحل ونعلم الناس من يشتري الطير. تعال انت الاكل مالته الاساسي اللي هو حب شمس. زين. من تاخذ الطير تنطي فوقه مثلا التفاح الاخضر، الاحمر، الرمان، ونعلمه ممنوعات بالكامل ننطيه اياه بالكامل. واكو ناس تمشي على البرنامج واكو ناس لا. حلو. قلت لي بالبدايه انه هاي الطيور او الحيوانات كانت في السابق تستورد، صح؟ أي. هسه حاليا اكو مربين، يعني دي يصير التكاثر هنا ودي يصير الزياده هنا. صارت التربيه شلون؟ بيوت تنتج. زين. يعني ياخذون ازواج وبيوتهم تنتج يبيعون الافراخ مالتهم. يعني هذا مثل اصبح مثل تجاره وعمل يمتهنوا البعض تقريبا. اها. هم يعني يتعاملون مع هيك اشخاص يستفادون من الانتاج اللي عندهم. اي شلون لعد؟ مستواه زين لو هم يعتمد احنا على. عندنا هسه وقت الحاضر اكيد هاي بنقاوه وبهذا مو صحيح. عندنا البغباء اللي صار. الانتاج العراقي مرغوب، يعني شيء ما ينوصف. مثلا تقول السبب. مناعته تصير قويه لان اجواء احنا تخفرق. اجواء الاوروبيه بها رطوبه. احنا هنا لا حر وبرد، فهذا متعلم الى حر وبرد. زين. فتعلم الحيوان اعتيادي. يعني صار عنده مناعه مناعه كلش قويه تساعد الأجواء. المناعه مالته. هو بالاساس المستورد ايضا يقدر يتعامل ويا اجوانه يعني. يتاقلم. ياخذ له فتره، واكو بعض المربي اذا هو ذكي ينطي علاجات. يعني احنا حرنا مو حر ولا شتانا، يعني ما شاء الله كلش مو تدري بارد. شلون هسه مثلا عندك جاك مثلا خلينا نقول الشتاء بالبيت انت جو دافي تطلع برا بارده ثلج قبل ينشل. حلو. شنو الاخطاء ممكن اني اذا اشتري هذا الطير اسويها يعني وياه كتعاملي كتربيه له؟ لازم اللي يبيع لك اياه يوجه لك انه هذا ترى اجواءك هيك، او يقول لك بيتك وين، مساحه بيتك ايش كبرها. زين. البيت. استاذ احمد، اني حاليا اجيتك حاليا اريد اشتري منك هذا الطير. اي. قول خلصت السعر وشويه يعني لزمتنا خاطرنا بالسعر وسويتنا تخفيض. شلون راح اتعامل وياه؟ ما عندي اي خبره. ما عندك اي خبره. اكو ناس لكن عندي محبه لهذا محبة الطير لهذا الطير. واربيه. اكو ناس تاخذه تخليه وين بالمطبخ. زين. او قريب من يم الطباخ. هذا مؤذي له. ليش؟ لان الطباخ الطبخ اللي يكون الدهونيات ما دهونيات فالطير يتاذى. يراد الطير بمكان وإنارة حلوه. اذا اول شغله اني ما نحطه بالمطبخ. زين. والبيت اللي انت تاخذه بيه باليوم تلعب وياه ساعه، وكل اسبوع يسبح. ايضا طريقه السبح لازم طريقه نتعلمها. التسبيح تخليه بقفص برا، واكو بخاخ مال حلاقه السبحه، واكو طيور متعلمه يعني تخليه مثلا برا بالصيف تفرشه بالصونده. هي راح تتعامل نفسها. هي عادي يعني تاخذ تستقبل المي وتكيف. اكو لا بس تشوف المي انتهت. انت كل ما ترفع هذا الطير فاطمه ادري أنا ان انا أريد أقوم من تطفر. المكان. زين. الاكل شلون ممكن انطيه؟ اكو اكل انت تدري احنا عامه مثلا اذا انت تروح تتسوق من المحل اكو اصل واكو لا. زين. فهو الاكل مال الحب
شمس حب شمس بالدرجه الاولى. الدرجه الاولى تاخذ انه تشوف الحب انه مو خربان تهت، ما تخلي بيرطوبة. الحب فوق الفواكه الطبيعيه، الرمان، التفاح، البرتقال، جميع الفواكه تخلي فوقه باعتيادي. زين، فيتامينات تلقيح هذول يحتاج لهم لو شنو؟ تلقيح لا، ما يحتاج لهم. فيتامينات ايه اكيد فيتامينات ممكن، لكن ممكن، إيه. ما يحتاج لهم تلقيح. تبقى يم المربي. اها. اذا معرضه للشمس ومنطيه كل الفيتامينات والفواكه ما يحتاج. حلو فاطمه، ليش ما تفكرين تربين؟ أبد. ها. اسلاب كانت موبايل عندنا عمر. ترى صراحة من هاي الرصاصة كانت عندنا قبل سنتين. زين. يعني بس شنو أبدا ما أتقرب للغرفة اللي هو كان بيه أبدا. الباب كان ينسد من أن يصير بالبيت. انت كخبرتك شلون ممكن نكسر هذا الخوف عند البعض؟ يومين ثلاثه بالبيت زين. او بس يشيل الخوف. أنا اقدر هسه بدقائق. جربت كانت عندنا بالبيت، بس يعني أنا هاي ما الفوبيا نجحت اللي الخطة. اكو شغله واحده، اكو حيوان هو يخلي البشر يحبه، واكو لا اذا الفته تكون قليله طبعا يزرع الخوف بيك، فتقدرين تقومين ثواني انطيك اياه بيدك. لا مستحيل. أبدا. ثواني. أبدا. بتاتا. تمام. استاذ احمد، احنا شاكرين وجودك ويانا. كل احترامي لكم. شرفتنا كل احترامي ببرنامجنا، لكم. وانا استمتعت يعني مثل ما أتشرف مشاهدينا استمتعوا، خلينا نقول بالطيور الموجوده هنا المعروضه بالاستوديو. ان شاء الله تكون نالت رضاكم. استاذ احمد، رساله اخيره للمربين. اتمنى يكون ياخذ الطير يعني يعتني به، طيب. مو يهمله ولا يخلي انه سلعه بس يتفيك بيها او فيديوهات وصور وهذا هو. واكو شغله ثانيه، اذا تاخذ الطيور تنطي هدايا وانت من تشتري الهديه تنطيها للطير المقابلك ما يعرف يربيها، ما يعرف قيمته. فحاول انت تفهمه انه هذا تربيته ايش، لان هذا روح خطيه. كلام جميل جدا. شكرا شكرا كل استاذ احترامي احمد. لكم. كل شكرا احترامي لكم. تواجدك ويانا مشاهدي فضائية كركوك. اتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الفقره وبقيه فقراتنا اللي عرضناها باللغه التركمانيه وكذلك العربيه في برنامجنا الصباحي. اريد اختم بسرعه لان فاطمه احس راح بسرعة حتى تطلع بس من الاستوديو. أطلع من الى الاستوديو. هنا وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى لكم نهايه اسبوع جميل ولطيف وبرفقه العائله والاصدقاء، وان شاء الله باكر يوم الجمعه تروحون سفره. خلي شويه طولها والله إن بعد شاء الله. اشوف لا بسرعة. انهي البرنامج. في امان الله.